من بعد وقوع فاجعة زلزال الحوز اللي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة، الحكومة كرست كافة جهودها بتعليمات ملكية باش تاخذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال، عبر إحداثها حساب كيحمل اسم صندوق خاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، مفتوح تحت رقم 126. هذا الحساب غادي يمكن من تلقي المساهمات التطوعية والتضامنية للهيئات الخاصة والعمومية وكذا المواطنين. هذه المساهمات غادي تغطي النفقات البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم وإعادة بناء المنازل للدمرات، وتكفل بالأشخاص اللي في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، وكذلك غادي تكفل بالنفقات بشكل فوري بكاع الأشخاص اللي بدون مأوى، خصوصا فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، وكذا النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكافة النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال. الحكومة وبكل مكوناتها تابعت وتتابع عن كتب الأوضاع بمختلف العملات والأقاليم المتضررة، مواصلة تنفيذ القرارات اللي اتخذتها منذ الساعات الأولى لهذه الأزمة، وكتأكد عملها في تنفيذ التوجيهات والقرارات الملكية السامية الرامية لمتابعة ودعم جهود الإغاثة من أجل ضمان حسن العمليات.